المغرب بطل إفريقيا 2025 عندما ينتصر القانون وتترسخ الهيبة الكروية. بقلم الأستاذة فتح شاطر. وقبل المتابعة لا تنسوا دعم القناة بالإعجاب والاشتراك وتفعيل زر الجرس. لم يكن القرار الذي أصدره الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بخصوص نهائي كأس إفريقيا للأمم 2025 مجرد إجراء قانوني عابر لتسوية نزاع رياضي، بل شكل لحظة مفصلية في تاريخ الكرة الإفريقية أعادت التأكيد على أن القانون هو المرجعية الأولى، وأن هيبة المنافسات القارية لا يمكن أن تترك رهينة للظروف أو ردود الفعل الانفعالية. ففي خضم جدل واسع رافق النهائي، جاء الحسم ليمنح اللقب لمنتخب المغرب بعد إعلان خسارة السنغال بالانسحاب في قرار حمل أبعادا تتجاوز النتيجة إلى جوهر المنظومة الرياضية في القارة. في ظاهره يستند القرار إلى تطبيق واضح للوائح المنظمة للمسابقة، لكن في عمقه يعكس انتصارا صريحا لمفهوم الانضباط والاحترام داخل الملاعب الإفريقية. فالانسحاب من مباراة نهائية قارية ليس حادثا عابرا يمكن تجاوزه بسهولة، بل يمثل سابقة خطيرة تهدد مصداقية البطولة وتفتح الباب أمام الفوضى إذا لم يتم التعامل معها بحزم. لقد كان على الجهات المسؤولة أن تختار بين التساهل مع سلوك قد يتكرر مستقبلا ويقوض سلطة القانون، أو اتخاذ موقف حاسم يعيد التوازن إلى المنافسة. فجاء القرار ليؤكد أن كرة القدم الإفريقية تتجه نحو مرحلة جديدة عنوانها احترام النصوص قبل أي اعتبار آخر. لطالما كانت كرة القدم في إفريقيا مشحونة بالعاطفة، وهو ما يمنحها طابعها الخاص وجاذبيتها، لكنها في الوقت نفسه قد يتحول إلى عنصر سلبي عندما يتجاوز حدود الروح الرياضية. وفي هذا السياق يكتسب القرار أهمية خاصة، لأنه وضع حدا فاصلا بين ما هو عاطفي وما هو قانوني. فالجماهير كانت تفضل أن يحسم النهائي داخل المستطيل الأخضر، حيث تصنع اللحظات التاريخية، غير أن بعض الظروف الاستثنائية تفرض الاحتكام إلى القانون كضامن أساسي لاستمرار اللعبة بشكل منظم وعادل. بعيدا عن ملابسات النهائي، فإن تتويج المغرب لا يمكن فصله عن المسار التصاعدي الذي عرفته كرة القدم المغربية خلال السنوات الأخيرة. فقد تحولت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إلى نموذج في الحكامة الرياضية داخل القارة، بفضل رؤية استراتيجية تقوم على الاستثمار في البنية التحتية وتطوير مراكز التكوين وتعزيز الاحتراف. هذا التحول لم يكن وليد الصدفة، بل نتيجة عمل متواصل شمل مختلف جوانب المنظومة الكروية، من التكوين القاعدي إلى أعلى مستويات المنافسة. ولم يعد المغرب مجرد منتخب قوي ينافس على الألقاب، بل أصبح فاعلا رئيسيا في صناعة كرة القدم الإفريقية، سواء من خلال نتائجه داخل الملعب أو عبر حضوره التنظيمي والمؤسساتي. هذا التميز المتكامل جعل منه نموذجا يحتذى به، وأحد أبرز القوى الصاعدة في القارة، القادرة على الجمع بين الأداء الرياضي والتأثير الاستراتيجي. قد لا يكون السيناريو الذي حسم به النهائي هو ما كانت تنتظره الجماهير التي تفضل دائما أن تحسم الألقاب داخل الملعب، لكن في مثل هذه الحالات الاستثنائية يصبح تطبيق القانون ضرورة لا مفر منها. فإما القبول بسابقة خطيرة تضعف سلطة القوانين، أو اتخاذ قرار يعيد الانضباط إلى المنافسة، وقد تم اختيار الخيار الذي يحمي جوهر اللعبة. إن هذا التتويج لا يقرأ فقط كإضافة جديدة إلى سجل الألقاب، بل كعنوان لمرحلة جديدة من الحضور المغربي في كرة القدم الإفريقية، مرحلة تؤكد أن النجاح لا يبنى فقط على النتائج، بل على الالتزام والعمل المؤسساتي واحترام القواعد. فالمغرب اليوم لا يفرض نفسه فقط كمنتخب قوي، بل كقوة كروية متكاملة تحظى بالاحترام داخل القارة. وفي النهاية قد تختلف الآراء حول تفاصيل ما حدث، لكن حقيقة واحدة تبقى ثابتة: المغرب لم ينتصر فقط بالكأس، بل انتصر أيضا بالقانون، بالهيبة، وبقدرته على ترسيخ مكانته كأحد أعمدة كرة القدم الإفريقية في الحاضر والمستقبل.